السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبألف صحة وسعادة، ويا رب ما تقطع لنا عادة. ايه اللي حصل من جماهير النادي المصري ده؟ طب ليه؟ ايه اللي دخل النادي الأهلي؟ افرح بالبطولة بتاعتك، ولكن خلينا نقول دي اسمها قلة أدب. تاني، دي اسمها قلة أدب، ولازم اتحاد الكورة أو المسؤولين عن الكورة ياخدوا، يعني خلينا نقول ايه، جزاء شديد على جماهير النادي المصري، على الرغم ان اللي جايب البطوله للنادي المصري هو الكابتن عماد النحاس، هو احد لاعبي النادي الاهلي، وفي نفس الوقت هو كان مدير فني للنادي الاهلي. ولكن خلينا نقول ايه، خلينا نقول برضو يعني الحرمان وحش. تاني، الحرمان وحش، وسيظل الاهلي هو كبير الكره المصريه وكبير افريقيا. تعالوا نروح لنقطة تانية. حمزة عبد الكريم، وبعد تفعيل نادي برشلونة شراء حمزة عبد الكريم من النادي الأهلي، والخبر طبعا انتشر على السوشيال ميديا وفي الإعلام. الخبر أول ما انتشر قلب الدنيا، لدرجة إن في إعلامي طلع وقال لك مين حمزة علاء، وغلط في اسم حمزة عبد الكريم. وايه المشكلة ان هو راح، ان برشلونة اشتريته؟ وده هو حتى ما بيلعبش في الرديف، ده بيلعب في الشباب. ده انا لو جبت فريق انبي لاعب فريق برشلونة، ممكن فريق انبي يكسب فريق برشلونة. طب يا عم ده ايه الغل ده؟ يا عم ده ايه الحقد ده؟ ده انت حتى يا راجل اول ما ابتديت كنت طالع بشنب السبعينات محدش كان يعرفك، لولا لزق في القنوات وبنشوفك بالصدفة بنقلب. وانت اهم حاجة عندك الترند، وانت اهم حاجة عندك ان انت تشعلل الدنيا، لا اكتر ولا اقل. لكن حمزة عبد الكريم، نادي برشلونة زي ما قال عز وزي ما احنا قلنا قبل كده، ان نادي برشلونة شاف حمزة عبد الكريم يعني على الحقيقة وهو بيلعب بره، وفي نفس الوقت شاف فيه حاجات احنا هنا في مصر ما شفناهاش، الكشافة بتوع نادي برشلونة شافوها. طبعا بالتوفيق لحمزة عبد الكريم. ما كانش ده الخبر السعيد الوحيد لحمزة عبد الكريم. حمزة عبد الكريم كمان النهارده بالفيديو كونفرنس، الراجل اتخرج النهارده وهو في معسكر الفراعنه، او طلعت النتيجه او الشهاده والراجل اتخرج النهارده. فالفرحه فرحتين لحمزه عبد الكريم، وهنجيلكم في المنتخب إيه اللي بيحصل لحمزه عبد الكريم. خلصت قصه حمزه عبد الكريم. تعال نروح لقصه تانية تاني النهارده في النادي الاهلي. خلينا نقول ان اليو ديانج النهارده ودع النادي الاهلي. اليو ديانج طبعا كابتن وائل جمعه مدير الكره الجديد ودع اليو ديانج، ومش غريب عليه الكابتن وائل اليو ديانج. وفي نفس الوقت ودعوا الكابتن سيد عبد الحفيظ، وقال رساله مؤثره جدا جدا للنادي الاهلي وجماهيره العظيمه، ان النادي الاهلي هيظل في قلبه. مش بس كده، ده قال انا جيت هنا وانا وحيد، ومشيت من هنا وانا اب. جيت هنا وانا شاب صغير، عايز يقول يعني ما عنديش خبرات، ولكن خرجت من هنا وانا عندي خبرات. وشكر النادي الاهلي، والنادي الاهلي شكر اليو ديانج، واحنا بنشكر اليو ديانج المحترم اللي احنا ما سمعنالوش اي مشكله في النادي الاهلي. العب او اقعد دكه او اطلع بره الخلود السعودي وارجع مره تانية. اليو ديانج سيظل في القلب، مثله مثل جilberto ومثل فلافيو. سيتذكر النادي الأهلي الأبناء المخلصين زي أنيس بوجلبان وزي علي كمان معلول. ده بالنسبة لقصة اليو ديانج. هنقول لكم آخر مستجدات الكابتن حسين الشحات. الكابتن حسين الشحات لسه الموضوع زي ما هو ما اتغيرش. من الآخر حسين الشحات شايف إن النادي الأهلي مش مقدره كويس. أنا سبت كتير قبل كده وجيت الاهلي لما كنت في الامارات، لان انا كنت شاري الاهلي، ودلوقتي انا عايز تقدير عشان اقدر ان انا اجدد. انتوا سويتوني زي كوكا، فمش هينفع. انا اكبر، انا اخر خلاص سنه ولا سنتين ليا، فلازم، وضحيت بكتير، فلازم يبقى فيه تقدير. ده بالنسبه باختصار لقصه الكابتن حسين الشحات. طيب، تعالوا نروح نقطة تانية، هنروح للمنتخب الوطني المصري. المنتخب الوطني والكابتن حسام حسن، والاستعدادات لمباراة بلجيكا ماشية على قدم وساق وعلى انضباط في معسكر منتخب مصر. عايز اقول لحضراتكم الجماهير بتروح وبتحضر التدريبات، والنهارده سقفت لمنتخب مصر، وفي نفس الوقت اللعيبه ردت التسقيف للجمهور المصري. مش بس كده، التذاكر المصريه اتباعت كلها بتاعت ماتش مصر
بلجيكا، وده خبر كويس جدًا، 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 ويدعو إلى التفاؤل. مش بس كده، جايين لك من معسكر بلجيكا عايزين نقول لكم إن ديكو اتصاب وخرج من التمرين النهارده، يا مسهل يا رب. يعني يا عم ديكو سيبنا وانزل الماتش اللي بعديه، يعني سيبنا وانزل في ماتش إيران ربنا يهديك يرضيك وما تلعبش. تمام. ده بالنسبة برضو لديكو. تعالى اقول لك بقى زي ما قلت لك في الاول، الكابتن حسام حسن كل يوم ليه قعدة مع حمزة عبد الكريم. كابتن حسام حسن كان ليه نظرة لحمزة عبد الكريم، وفي نفس التوقيت ومين ما ياخدش لعيب يا جماعة في برشلونة، سواء كان في الرديف أو حتى في الشباب. هل حضرتك عندك نظرة؟ ما أعتقدش. يلي بتهاجم كابتن حسام حسن عشان ضم حمزة عبد الكريم وما ضمش مصطفى محمد، وفي نفس الوقت حتى يعني خبر انتقال حمزة عبد الكريم لنادي برشلونة انت ما قابلتوش بالانبساط، او ان انت قابلته ان في لعيب تاني هيبقى محترف وماشي على نفس الخطأ، بل بالعكس انت اتريقت وطلعت اتريقت، مع ان برضو ما حدش كان يعرفك ولا يسمع عنك في كوباية الشاي، وكنت بتتلزق من الاخر للمدربين عشان تسجل معاهم، عشان على الاقل تطلع في التلفزيون ومعروف ميولك ايه، لان انت كنت بتقعد في المدرجات هناك. ده بالنسبة برضو لنفس الشخصية، لأن الموضوع مضايقني جدا جدا يا جماعة. في نفس التوقيت الكابتن حسام حسن زي ما قلت لحضراتكم برضو بيعقد جلسات مع اللعيبة، وطبعا محمد صلاح بيروح للجمهور والجمهور بيطلب منه الإمضاء على التيشيرتات أو على الإيد، ودي ضريبة النجومية يا مو يا صلاح. عندنا خبر بالنسبة لمحمد صلاح سريعا، فنار بخشة عارض عرض ضخم جدا على محمد صلاح. طبعا فنهار بخشة التركي عارض عرض كبير جدا على محمد صلاح. يا ترى يا هل ترى وجهة محمد صلاح القادمة ايه بعد كاس العالم؟ ده اللي هنعرفه في اخر المطاف. خليني اقول لحضرتك ان برضو محمد صلاح مدي اهتمام كبير جدا 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 مع حمزة عبد الكريم. تاني، محمد صلاح مدي اهتمام كبير لحمزة عبد الكريم بيوجهه، والولد بيستجيب لتوجيهات طبعا محمد صلاح. وان شاء الله باذن الله حمزة عبد الكريم يمشي على نفس خطى محمد صلاح، يمشي على نفس خطى عمر مرموش، يمشي على نفس خطى برضو محمد النني في ارسنال، وكل اللعيبه اللي احترفت ونجحت بره. العاده في نهايه كل فيديو حضراتكم عارفين احنا بنقول ايه. قبل ما نقول سلام ما تنساش لايك والشير، وفي نفس الوقت الكومنتات تحت. وبعد ما خلصنا هنقول ايه انتوا عارفين. سلام.